مظبوط جدا ان هم يلعبوا المونديال. القصة التالتة اللي معانا ليها علاقة بالأهلي وفرود الأهلي اللي جاي. طيب الأهلي بعينه على لعيب كونغولي فرنساوي اسمه بولولو بيلعب في الدوري البولندي، ويوم السبت اللي فات لعب آخر ماتش خلاص مع فريقه في الدوري البولندي وكسب 1-0. وهو اللي سجل جول اسمه أفيميكيو بولولو، عنده 27 سنة. اسم مش جديد، اسم اتردد في الصحافة المصرية، ولكن الجديد بقى ان الاهلي فعلا يعني عينه على بولولو، شايف ان هو المهاجم الممتاز بالنسبه له. بولولو على فكره هو هداف دوري هناك، 15 جول و3 اسيست، هو لعيب فيرود رقم 9، فالاهلي محتاج المواصفات ديت، فالاهلي عينه عليه. طيب هو عنده 27 سنه، كانت رغبته الاولى ان هو يروح فرنسا، يعني كانت رغبته الاولى ان هو يروح فرنسا، يستمر في اوروبا ويروح فرنسا. هو عنده أكتر من وكيل، عنده 2 أو 3 بيتكلموا يعني باسمه كده وبيشوفوا له أموره رايحة لفين. عندهم دلوقتي هم استقرار إن إحنا لأ، إحنا مش هنروح فرنسا، يعني أو ممكن ما نستمرش في أوروبا، إحنا هنروح لأكبر عقد هيجيلنا. جالنا في الصين بقى، جالنا في الخليج، جالنا في أوروبا، جالنا في أفريقيا، إحنا موافقين. تمام. فبالتالي فكرة إن هو كان عايز الأول يروح فرنسا أو يروح أوروبا أو يستمر في أوروبا دي ما بقتش موضوع خلاص، يعني بقى في مناقشة وفي كلام. فاللعيب قال لك وكلاءه اتفقوا إن هم هيشوفوا إيه أفضل عرض وإيه أفضل عقد وإيه أفضل راتب سنوي وهيروحوا له. كان بقى في الخليج، كان في الصين، كان في أي حتة، في أوروبا، في فرنسا، في تركيا، في أفريقيا، في الأهلي مع الأهلي، في أي حتة. طيب لما جيت سألت وعرفت مصادر جوه الأهلي، يعني عرفت إن الأهلي حاطط اللعيب ده قدام عينه وشايف إن هو مهاجم كويس وهياخده فري، والأهلي ممكن يوصل معاه ل1,200,000 دولار سنويا. يعني ده مبلغ الراتب اللي الأهلي حاطه لو بولولو يعني قال أوكي وتمام ومفيش مشكلة. فيعني الوسطاء اللي في النص فخدوا الكلام من الأهلي إن الأهلي ممكن يدفع 1,200,000 دولار سنويا، ولكن لسه بقى هو قاعد لسه بيشوف إيه العروض اللي موجودة عندهم. مش راح كأس عالم مع منتخب الكونغو، فيعني لسه هيقعد يشوف. يمكن يجيله عرض أكبر من الخليج مثلا أو من فريق في أوروبا، فلسه هو قاعد بيدور وبيشوف. ولكن بولولو عايز راتب كبير، أيا كان بقى الراتب ده هيجي من أي حتة، فهو هيروح يعني. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.